مم. ليه يا إبراهيم بنشتغل كتير وبرضه مش بنبقى أغنياء؟ لحظة يا روان، المشكلة مش في التعب يا روان، المشكلة في السيستم اللي ماشية بيه. لعبة الفلوس محتاجة ذكاء مش مجهود وبس. خلينا نعرف السبب. انتظرونا بعد الانترو. في تحليلنا النهاردة هنتكلم عن مجموعة من الأفكار اللي ممكن تغير طريقة تفكيرنا في الحياة كلها. أفكار من عقل نافال رافيكانت. الكتاب ده مش مجرد كلام نظري، لأ، ده بيقدم دليل عملي وخريطة طريق لحياة غنية، ومش بس غنية بالفلوس، لأ، غنية كمان بالسعادة والرضا. الفكرة المحورية هنا إن الثروة والسعادة مش حظ أو صدفة، دي مهارات نقدر كلنا نتعلمها ونطورها، بالظبط زي ما بنتعلم أي حاجة تانية. طيب، منين نبدأ؟ نافال بيقول إن في فكرة واحدة هي مفتاح فلسفته كلها. لو فهمنا الفكرة دي هنفهم كل حاجة. الفكرة هي الفايدة المركبة. نفس المصطلح اللي بنسمعه في الاستثمار، بس هو بيطبقه على كل جوانب الحياة. يعني إيه الكلام ده؟ بصوا، تخيلوا إنكم بتزرعوا شجرة. في الأول مش هتحسوا بفرق كبير، لكن مع الوقت كل خطوة صغيرة بتعملوها بتبني على اللي قبلها، والنتيجة بتتضاعف بشكل لا يصدق. ده بينطبق على سمعتكم اللي بتتبني على مدار سنين، أو الثقة في علاقتكم، أو حتى خبرتكم في مجال معين. فالخلاصة من كل ده إيه؟ إن الثروة والسعادة مش أهداف بعيدة أو أحلام بنستناها تحصل، لأ، دي مهارات بنتعلمها ونتمرن عليها كل يوم. وده بالظبط اللي هنركز عليه النهاردة، إزاي نتعلم المهارات دي خطوة بخطوة. يلا بينا ندخل في الجزء الأول، لعبة الثروة. وهنا نافال بيجي وبيقول لنا يا جماعة، المعادلة اللي أغلبنا عايش بيها، وهي إن وقتك بيساوي فلوس، دي أكبر فخ ممكن نقع فيه، دي اللي بتخلينا محبوسين في مكاننا. الهدف كله هو إننا نكسر المعادلة دي تماماً. طيب، لو الثروة مش إني أشتغل ساعات أكتر عشان أقبض أكتر، أمال هي إيه؟ نافال عنده تعريف مختلف تماماً. الثروة الحقيقية مش رقم في البنك. الثروة هي إنك تمتلك أصول بتشتغل عشانك وإنت نايم. أصول بتجيب لك فلوس 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. ممكن تكون استثمارات أو بزنس أو منتجات أو حتى ملكية فكرية. دي زي ما يكون عندك جيش من الروبوتات شغالين لحسابك. يعني لو حبينا نقارن بين الفكرتين الموضوع بيبقى واضح قوي. الطريقة التقليدية بتبدل وقتك ومجهودك بفلوس. لو وقفت شغل، الفلوس بتوقف. أما بقى طريق الثروة، هنا أنت مش بتبدل وقتك، أنت بتبني أنظمة بتمتلك أصول. أنظمة بتشتغل لوحدها وتجيب لك فلوس. هنا بجد بتبدأ الحرية المالية. تمام، كلام جميل جدا. بس السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، أعمل ده إزاي؟ إزاي أبني الأصول دي وأنا ببدأ من الصفر؟ نافال بيقول إن الوصفة بسيطة وليها مكونين 2 بس. لو ركزنا فيهم صح هنقدر نعمل أي حاجة. المكونين دول هما المعرفة المحددة والرافعة. تعالوا نفهم كل واحدة فيهم. نبدأ بالمعرفة المحددة. إيه دي بقى؟ دي مش الحاجة اللي بتتعلمها في الكلية، لا. المعرفة المحددة دي هي الحاجة اللي بالنسبة لك سهلة وممتعة زي اللعب، بس بالنسبة لغيرك شغلانة صعبة ومعقدة. فكروا كده، إيه الحاجة اللي الناس دايماً بتسألكم عليها؟ إيه المهارة اللي عندكم وبتعملوها وانتم مستمتعين؟ المعرفة المحددة دي بتلاقوها لما تمشوا ورا فضولكم وشغفكم الحقيقي، مش ورا اللي كل الناس بتجري عليه. كده معانا أول مكون. نيجي بقى للمكون التاني، الرفعة أو الليفرج. ودي بقى اللي بتعمل الفرق كله. لو اعتبرنا إن معرفتكم المحددة هي العربية، فالرفعة هي الموتور التربو اللي بيخليها صاروخ. زمان عشان تعمل تأثير كبير كنت محتاج فلوس كتير أو ناس كتير تشتغل عندك، لكن النهاردة ظهرت أقوى رفعتين في التاريخ ومتاحين لأي حد تقريبا: الكود والإعلام. يعني ممكن مبرمج واحد يعمل أبليكيشن يوصل لملايين، أو شخص واحد يعمل محتوى يوصل للعالم كله. تكلفة إن شخص زيادة يشوف المحتوى ده تقريباً صفر. دي قوة ما كانتش موجودة قبل كده أبداً. طيب، إحنا كده اتكلمنا عن لعبة الثروة، بس نافال بيقول إن الثروة لوحدها مش كفاية. الجزء التاني من المعادلة ويمكن الأهم هو مهارة السعادة. وزي ما الثروة مهارة، السعادة كمان مهارة بنتعلمها ونتمرن عليها. هي مش حاجة بتحصل لنا بالصدفة، دي اختيار بنعمله كل لحظة. وهنا بقى في فكرة ممكن تكون غريبة على ناس كتير. نافال بيقول إن السعادة مش حاجة بنوصل لها أو بنحققها. السعادة هي حالتنا الطبيعية أصلاً، هي الإعدادات الافتراضية بتاعتنا. تخيل إننا مولودين سعداء. اللي بيحصل إننا مع الوقت بنضيف رغبات وأفكار بتخلينا نبعد عن الحالة دي. فالسعادة الحقيقية مش في إننا نضيف حاجة جديدة لحياتنا، لأ، هي في إننا نتخلص من الإحساس الدائم بإن في حاجة ناقصانا.
طيب الكلام النظري حلو، نطبق ده إزاي في حياتنا اليومية؟ الموضوع أبسط مما نتخيل. أول حاجة ابدأوا بعادات إيجابية صغيرة، حاجات ما تاخدش وقت زي الامتنان أو التأمل لدقايق. تاني حاجة راقبوا المدخلات، زي ما بنهتم بالأكل اللي بيدخل جسمنا لازم نهتم باللي بيدخل عقلنا، الناس اللي بنتكلم معاهم، المحتوى اللي بنشوفه، كل ده بيأثر علينا. تالت حاجة ودي مهمة قوي، اتقبلوا اللي مش في إيديكم، في حاجات في الدنيا دي أكبر مننا ومش هنقدر نغيرها. لما بنوصل للسلام مع الفكرة دي بنرتاح. وعشان يسهل علينا الموضوع ده، نافال بيدينا أداة بسيطة جدا لكن قوية. بيقول في أي موقف مضايقنا في حياتنا عندنا 3 اختيارات بس، مفيش رابع. يا نغيره، يا نتقبله، يا نسيبه. بس كده. أي حاجة غير ال3 دول مجرد شكوى وقلق على الفاضي. التفكير بالطريقة دي بيدينا إحساس بالسيطرة وبيقلل التوتر جدا. لغاية هنا إحنا اتكلمنا عن الثروة لوحدها والسعادة لوحدها. طيب إيه بقى الخيط اللي بيربط الاتنين ببعض؟ إيه الاستراتيجية المشتركة؟ هي التفكير على المدى الطويل، إننا نلعب الألعاب طويلة الأمد. فاكرين أول حاجة بدأنا بيها؟ الفايدة المركبة. هنا بقى بتظهر أهميتها الحقيقية. الفايدة المركبة مش بس في الفلوس، هي في سمعتكم، في علاقتكم، في ثقة الناس فيكم. كل مرة بتكونوا فيها صادقين، كل مرة بتلتزموا بكلمتكم، انتوا بتبنوا في رصيد الثقة بتاعكم. ومع مرور السنين الرصيد ده بيكبر وبيكبر وبيفتح لكم فرص مستحيل توصلوا لها بالطرق القصيرة. الخلاصة، المكاسب الحقيقية في الحياة سواء فلوس أو علاقات أو معرفة بتيجي من الناس والمشاريع اللي بنفضل معاها سنين طويلة، مش من الحاجات السريعة اللي بتيجي وتروح. القيمة الحقيقية بتتخلق في الاستمرارية والثبات. طيب نيجي بقى لآخر نقطة، واللي ممكن تكون أهم فكرة في فلسفة نافال كلها. فكرة لو فهمناها وطبقناها صح ممكن تشقلب أولوياتنا في الحياة تماماً. نافال بيقول إن 99% من مجهودنا بيضيع. طبعاً أول ما بنسمع كده بنتخض، بس لحظة واحدة، هو مش قصده إننا نقعد نندم على اللي فات، لا خالص. هو قصده إننا محتاجين نركز قوي عشان نلاقي 1% من شغلنا وحياتنا اللي بيجيب كل النتائج. الفكرة مش إننا نندم على 99% اللي ضاعوا، الفكرة إننا ندور على 1% اللي بيفرق بجد. وهنا بتيجي نصيحته الأخيرة، وهي دعوة مباشرة للتنفيذ. بيقول لما تلاقوا 1% بتاعكم، الحاجة اللي ممكن تستثمروا فيها عمركم كله، سيبكم من كل حاجة تانية وركزوا فيها بكل طاقتكم. النجاح الحقيقي مش في إننا نكون شاطرين في 1000 حاجة، النجاح في إننا نلاقي حاجة واحدة بس ونكون فيها الأفضل. وده بيسيبنا في النهاية مع سؤال مهم جدا، سؤال لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه. إيه هو 1% بتاعي؟ إيه هي الحاجة اللي لو ركزت فيها كل طاقاتي حياتي كلها هتتغير؟ الإجابة على السؤال ده ممكن تكون هي بداية كل حاجة. بعد ما وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى يكون الفيديو كان مفيد ليك. ما تنساش لايك شير واشترك في القناة، ونشوفك على خير. سلام.